بيبدأ فيلمنا مع شاب اسمه بن متخصص في الرياضيات في معهد ماسا للتكنولوجيا، وبعد ما بيتقبل في جامعة هارفارد ما بيبقاش قادر يجمع مصاريف دراسته واللي قيمتها حوالي 300 ألف دولار، فبيقدم على منحة تغطي التكلفة كلها، لكن بيبلغوه بأن شخص واحد بس من 76 شخص بياخدوها، مع انه بيكون جايب درجات عالية جدا وتقديرات ممتازة، بس بيكون في منافسة شديدة قدامه، والمدير بيقوله انه هيحتاج يكتب مقالة يتكلم فيها عن نفسه ويثبت بيها إنه مميز علشان تخليهم يقبلوه. وبنعرف إن بن شغال في محل ملابس مع صديقه المقرب مايلز، وبيترقى لمساعد مدير، وده بيخليه يكسب 8 دولار في الساعة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه هو بيحكي لمايلز عن المقالة اللي طلبوها منه، بس هو ما عندوش أي فكرة هيكتب إيه، وده لأنه ما عملش أي حاجة مميزة في حياته يقدر يبهرهم بيها، فبيحس بإحباط لأنه حتى بعد ما عدى بتقديرات كويسة في الامتحانات ودرس مناهج زيادة وتخلى عن أي رفاهية تانية في حياته في سبيل الدراسة، بقت الحاجة الوحيدة اللي منعاه من دخول جامعة هارفارد هي الفلوس. وبعد كده بيروحوا يسهروا في حانة مع صاحبهم كام علشان يحتفلوا بعيد ميلاد بن، وبنعرف ان التلاتة بيبقوا بيحاولوا يكسبوا في منافسة علمية وشغالين على بناء عربية بتتحرك لوحدها. وتاني يوم في معهد ماسا الأستاذ ميكي روز بيبقى بيدي ليهم محاضرة عن المعادلات الغير خطية، لما بيطلب منهم انهم يشرحوا طريقة نيوتن، بن بيقوله ان نيوتن بيكون اصلا سرق الطريقة من جوزيف رابسون واللي نشر نفس الطريقة دي من حوالي 50 سنة قبلها. فالأستاذ بينبهر وبيحب يختبره أكتر، فبيتحدى بن انه يحل المسألة اللي على السبورة، لكن بن بيحلها فعلا. وبعد ما الحصة بتخلص الأستاذ بيبص على درجات بن وبيلاقي إنه جاب درجات عالية بنسبة 97%. في المشهد اللي بعد كده بنشوف بن ومايلز وهما بيلعبوا كرة السلة في صالة رياضة، وبيشوف بنت جميلة معاهم هو معجب بيها وبيكون اسمها جيل، ولما بتبص ناحيته وبتشاور فهو بيشاور لها هو كمان، بس بتطلع إنها بتشاور لحد تاني واقف وراه. في اليوم ده وهو واقف في المكتبة بيذاكر بيجي واحد زميله وبيقوله يروح معاه على فصل تاني علشان عايزه في موضوع، وبن بيبقى مستغرب الموضوع شوية لكن بيروح وراه زي ما طلب منه، وبعدين بياخده على فصل فيه كذا حد تاني من زمايلهم قاعدين على ترابيزة شبه ترابيزة الأمور، ومعاهم الأستاذ روز واقف قدامهم على السبورة وبيطلب من بن إنه يناديه بميكي وبيعزمه إنه ينضم ليهم في فريق الشاي بتاعهم. وبعدها بيعرفوا على باقي الفريق المكون من كيانا وفيشر وتشوي وجل، وبيبدأوا يشرحوا له إن القمار ده سهل إن الواحد يكسب فيه، وإنهم كل أسبوع بيسافروا لاس فيجاس وبيلعبوا وبيكسبوا فلوس، وإنهم محتاجين حد معاهم في الفريق لأن الشخص اللي كان معاهم جاله شغل في شركة جوجل وسابهم. بن بيكون متردد علشان خايف إنه يخرج من دائرة الأمان اللي عايش فيها، وحتى لما جيل بتقنعه إن الموضوع هيعجبه بن بيفضل يطلع لهم في حجج وأعذار، وميكي بيحاول يقنعه بس في الآخر بن بيرفض. وتاني يوم جيل بتروح له مكان شغله وبتقول له إنها بتدور على ربطة عنق، وبن بيحاول يساعدها لكن هي بتكون رايحة عنده بالقصد علشان تقنعه إنه ينضم للفريق، وبتقول له إنه المفروض يجرب حاجات تانية جديدة في حياته. وبعد فترة بن بيفكر وبيقرر إنه ينضم للفريق، وفعلا بيبدأ يتعلم النظام، وبيقولوا له إن الأوراق اللي قيمتها عالية بتتقدر ب-1، والأوراق اللي قيمتها محايدة ملهاش قيمة، والأوراق اللي قيمتها قليلة بتتقدر ب-1، وبيدربوه على عد الأوراق وبيحفظ الكلمات اللي الفريق بيكون مختارها كرمز لكل عد. وبعد كده وهم قاعدين في الحانة بيبدأوا يشرحوا الأدوار بتاعت كل عضو في الفريق، وكيانا وتشوي وجل بيبقوا هم المراقبين واللي بيقعدوا على الترابيزات اللي بتكون حاطة كذا شايب وبيراهنوا بأرقام قليلة وبيتابعوا العد، ولما واحدة من الترابيزات دي بتوصل للعد العالي اللاعب بيبقى عنده فرصة إنه يكسب مبلغ كبير. وفي الوقت ده بيشاوروا لبن أو فيشر واللي بيبقوا بيلعبوا دور اللعيبة الكبار، وبيبقوا بيمثلوا دور الولد الغني السكران واللي بيراهن بمبلغ كبير ومش فارق معاه. وأول ما العد بيهدى اللاعب الكبير بيمشي وبياخد الفلوس اللي كسبها دي، بعد كده بن بينزل يطبق كل اللي اتعلمه في أرض الواقع، فبيمشي من ممرات غريبة لحد ما بيوصل للحانة اللي متفقين عليها، وهناك بيلاقي زمايله وهم قاعدين على الترابيزات، ولما تشوي بيشاور له إن الترابيزة اللي قاعد عليها دي العد فيها عالي بن بيروح يقعد معاه. وبعدها تشوي بيستخدم كلمة مجلة كرمز بينهم علشان يعرفوا العد بتاع الترابيزة وصل لموجب 17، فبن بيبدأ يراهن بأرقام كبيرة وفعلا بيكسب مبالغ كبيرة جدا وبيتحمس على الآخر. وفجأة بيلاقي فيه شوال اتحط على راسه وبيجروا للأوضة الخلفية، وبعدين بيسمع صوت عمال يسأله عن العد بتاع الترابيزة، فبن بيكون مخضوض ومش فاهم اللي بيحصل وبيعمل نفسه برضه مش عارف حاجة، لكن في الآخر بيستسلم وبيقول إن العد واصل لموجب 18، وبيطلع في الآخر
إن ده كله كان اختبار ليه إذا كان هيقدر يفضل حافظ العد تحت الضغط، وبكده بيقبلوه معاهم في الفريق رسميا. وتاني يوم بيسافروا على لاس فيجاس وبيقعدوا في جناح في فندق، وهناك ميكي بيدي كل عضو منهم هوية جديدة وتنكر، وبيأكد على بن إنهم يعملوا نفسهم ما يعرفوش بعض، وبيقول له يطلب دايما مية وتونيك بالليمون واللي بتبقى شبه كوباية الخمر، ويعمل نفسه إنه سكران شوية. ولما بيدخلوا الكازينو كيانا بتشاور لبن، ولما بيبص ناحية اليمين بيلاقي تشوي وفيشر قاعدين سوا على ترابيزة، فبيقعد وبيبدل 10,000 دولار بأقراص الفلوس. وبعد ما كيانا بتاخد بق من المشروب بتاعها بتقول إن العصير ده مسكر جامد، وده بيبقى رمز بينهم للعد رقم موجب 16. فبن بيفهم وبيضاعف الفلوس، وبعد ما بيلعب بيكسب وبيفوز ب4,000 دولار صافي. وفي الناحية التانية بيكسب 3,000 دولار تانيين. ومع الوقت بيقعد يلعب على ترابيزات مختلفة في الكازينو وبيكسب فلوس كتير. ولما فيشر بيشوفه هو عمال يكسب ويعمل في فلوس كتير ما بيبقاش مصدق اللي شايفه، وبيفضلوا على كده لحد الصبح. فتشوي بيشاور له ان كفاية كده ولازم يمشوا، وفعلا بيلموا حاجتهم وبيبدأوا يتحركوا. وتاني يوم جيل بتصحي بن وبتديله نسبته من الفلوس اللي عملها، وبتقول له انه لعب كويس جدا وكان مركز في العد وما خافش من انه يراهن بمبالغ عالية، وكمان انسحب اول ما قالوا له وعمل فلوس اكتر من فيشر. فبيقول لها انه كان متوتر على الاخر في الاول، بس بعدين اتعود وحس ان الموضوع سهل. وبعد شوية ميكي بيقول لهم يتجمعوا، وفيشر بيروح هو سكران. ولما ميكي بيجي بيبقى مش طايقه علشان في 3 مرات فيشر راح يلعب على ترابيزات العد فيها قليل، حتى لما المتابعين شاوروا له. بس بيقول لبن انه لعب كويس جدا وبيقول له يفضل على المستوى ده. ففيشر بيتكلم وبيقول انه ده حظ المبتدئين، ومش بيرضى يعترف انه كان بيلعب غلط. لكن ميكي بيعذره، ولما بن بيرجع السكن بتاعه بيخبي الفلوس اللي كسبها من القمار في السقف، وبيكتب في المذكرة بتاعته انه كسب 16,700 دولار. مرة واحدة مايلز وكام بيدخلوا عليه، فبيعمل نفسه انه كان بيتنطط على السرير زي اللهطل. فمايلز بيسأله هو كان فين في الأجازة علشان اتصل بيه 15 مرة وهو مردش عليه. فبن بيحور وبيقوله إنه كان بيساعد ابن عمه وهو بينقل حاجته، وإنه نسي تليفونه. وبعدها التلاتة بيقرروا يروحوا يسهروا في الحانة. ولما بن بيشوف جيل هناك بيعزمها على عصير، فأصحابه بيبقوا مش مصدقين اللي بيحصل وبيفضلوا متنحين شوية. فبيروح يقول لهم يبصوا لبعيد علشان رد فعلهم ده هيخلي جيل تخلع. فبيقولوا له إنهم مش مصدقين اللي بيحصل. وبعد ما بيخلصوا سهرتهم بان وجيل بيكونوا راكبين القطر، فبيسألها إذا كانت جات للمحل اللي شغال فيه علشان تخليه ينضم للفريق أو لأ، وإذا كان ميكي هو اللي طلب منها إنها تعمل كده. فجيل بتقوله إنه أذكى واحد هي عرفته، وعلشان كده هو معاهم في الفريق، وعلشان كده برضه هي راحت له المحل. ولما بيحاول يقرب منها جيل بتبعده، فبيتحرج وبيقعد يعتذر لها. فبتقوله ما يحطش الموضوع في دماغه، وإن كل الموضوع إنها مش عايزة تعقد الأمور بينهم علشان هما بيشتغلوا مع بعض. وبعدين بتقوله إنها نازلة في المحطة دي علشان هتنزل من القطر. وفي الأسابيع اللي بعدها الفريق بيسافر للاس فيجاس، وبين بيستمتع بحياته الفخمة الجديدة. بس لسه بيكون في حاجة شغلة تفكيره، وهي إنه في كل رحلة بيعمل فلوس أكتر بكتير من شغله القديم ومن مرتب 5 سنين. وطول ما هو في بوسطن هو بيبقى مجرد بين كامبل بس، لكن في لاس فيجاس بيبقى بيمثل أدوار تانية كتير، والموضوع بيكون مثير جدا في نظره وبيصدق اللي هو عايش فيه. وفي الناحية التانية رئيس الأمن كول ويليامز بيبقى بيراقب الفريق وبيبدأ يركز على بن، وبيشك إنه ممكن بيكون بيعد الأوراق، وبيطلع إنه بيفهم في عد الأوراق برضه، بس بيفضل إنه يكون في الناحية الأمان. ولأول مرة الحياة بتبقى سهلة وبسيطة في عين بن، ومفيش حاجة بقت غالية عليه، وبقى بيجيب كل اللي هو عايزه. وبعد ما كان بيحضر حفلات الجامعة مع أصحابه بقى بيحضر حفلات أجمد في لاس فيجاس. وفيشر بيغير من نجاحه على الآخر مع الأيام. وفي يوم وهو سكران بيقعد مع بين على الترابيزة اللي شغال عليها، وبيقعد يلمح بأنهم يعرفوا بعض. وفي الوقت ده ويليام بيبقى بيراقبهم من الكاميرات، وبياخد باله إن كيانا بتراهن بأرقام قليلة قوي، وإن بين بيقعد معاها على الترابيزة بعد ما بتشاور له. فبيروح علشان يواجههم، لكن في الوقت ده فيشر بيكون عمل مشاكل، فبيمشوا قبل ما ويليامز يوصل لهم. ولما بيطلعوا على الحانة ميكي بيطرد فيشر من الفريق، وبيقول للباقي إن الكازينو بيغير العملات بتاعة الفلوس كل 24 ساعة، وده معناه إنهم محتاجين يبدلوا العملات بفلوس كاش في أقرب وقت، بس مش هيعرفوا يعملوا كده من بعد اللي فيشر عمله.
فبن بيقترح عليهم إنهم يخلوا الراقصات يبدلوا لهم العملات بدلهم، وميكي لما بيسمع الاقتراح ده بيقول عليه إنه عبقري. وفي اليوم ده جيل بتعزم بن يبات معاها في الجناح بتاعها، والاتنين بيعترفوا لبعض بحبهم. حياة بن السرية دي بتخليه يهمل دوره في المنافسة العلمية، وده بيخلي أصحابه يتضايقوا منه بسبب تقصيره معاهم. ده غير إن في يوم بيروح لهم متأخر عن الميعاد اللي متفقين عليه، وبيكون جايب شريحة غلط بدل المفروض يجيبها للمشروع بتاعهم. فده بيخليهم يتضايقوا أكتر، وبيقولوا له إنه مش مهتم بالمشروع زيهم، فبيقرروا إنهم يكملوا في المشروع ده من غيره. وفي الرحلة اللي بعدها في لاس فيجاس، بن بيبقى مش مركز وبيخسر رهان كبير في اللعب، لكن مشاعره بتتحكم فيه ومش بيرضى يقوم من على الترابيزة مهما كيانة شاورت له. فجيل كمان بتتدخل وبتحاول تخليه يقوم، لكنها مش بتقدر. وفي الآخر بيخسر بين 200 ألف دولار كمان في اللعب. ولما بيتجمعوا بعدها، ميكي بيبقى متعصب على الآخر، وحتى لما بين بيعتذر له وبيقول له إن دي أول غلطة يعملها وباقي زمايله بيدافعوا عنه، ميكي ما بيبقاش راضي عن اللي حصل، وبيسيب الفريق وبيقول لبن يدفع الفلوس اللي خسرها دي بأي طريقة. ولما مش بيتفقوا، بين وباقي الفريق بيقرروا يكملوا شغلهم من غير ميكي من بعد ما أخد 50% من الأرباح. والفريق بيتفق مع بعضهم إنهم مش محتاجينه كده كده، وهما اللي بيعملوا الشغل كله. لكن جيل بتكون ضد الفكرة دي، وبتفكر بين إنه كان هدفه من الأول إنه يعمل كده علشان يجمع الفلوس اللي محتاجها لجامعة هارفارد بس. لكن حتى بعد ما بقى بيجمع فلوس كفاية، بيكون عايز يكمل في الشغل ده، وبعدها بيرجعوا يلعبوا وبيكسبوا. لكن ميكي بيبقى بيراقبهم من بعيد وبيبلغ عنهم الأمن. فويليام بياخد بن في الأوضة الخلفية وبيقعد يضرب فيه، وهو بيقول إن كل الكازينوهات قريب قوي هتحمل تحديد نظام الوجه، وده معناه إن أيامه في الشغل ده مش كتيرة. وبيقوله كمان إن ويليام وميكي كانوا يعرفوا بعض زمان، وإن ويليام كان بيطارده وبيقعد يضرب فيه كده برضه، وده السبب اللي مخليه ما يلعبش معاهم. ولما بين بيرجع على المعهد بيلاقي رسالة مبعوتاله وبتقوله إنه مش هيقدر يتخرج علشان واحدة من الأبحاث بتاعته اللي بيحضرها لحصة الأستاذ ميكي ما خلصهاش. ولما بيدخل أوضته بيلاقيها متدمرة، وحتى الفلوس اللي كان مخبيها ومحوشها للجامعة اختفت. وبكده بيكون بين خسر كل حاجة. فبيروح لجيل وبيقول لها إنه مش عاوز يخسرها هي كمان، وبيعتذر لها عن كل اللي عمله وهو في لاس فيجاس. وبعدين بيعرفها إن كان مايك كسبه في منافسة روبوتات من غير بن، وبن بيحضر المسابقة وبيبقى يتفرج عليهم وهو مبسوط ليهم. وبعد ما بيخلصوا بيعتذر لمايلز علشان خيب أمله فيه، وبيبدأ يحكي له عن كل اللي حصل، والاتنين بيتصالحوا في الآخر. في المشهد اللي بعد كده بن بيروح يقابل ميكي وبيقنعوا إنهم يطلعوا في رحلة أخيرة للاس فيجاس قبل ما الكازينوهات تركب التحديث الجديد ده. بس المرة دي كلهم هيتنكروا، وميكي هيبقى هو تاني لاعب في الفريق علشان يعملوا أرباح كبيرة. وفعلا بنشوفهم بعد كده هما في الكازينو وبيعملوا رهانات كبيرة وبيكسبوا عمولات وبيقضوا الوقت كله وهما بيكسبوا لحد ما بيعملوا 640 ألف دولار. وفي اللحظة دي ويليامز بيطلع لهم، فجيل بتشاور لهم وبيلموا الفلوس في شنطة سودا وبيطلعوا يجروا. ويليامز بيجري وراهم، فبيدخلوا من منطقة الموظفين علشان يهربوا من المدخل الخلفي. وهناك ميكي بيقنع بن إنه يحدف له كيس الفلوس وبيقول له إنهم لازم ينفصلوا ويمشوا من طرق مختلفة علشان ما يتمسكوش بالفلوس كلها. بعدها ميكي بيخرج من المبنى وبينط في عربية ليموزين وبيبقى طاير من الفرحة وفاكر إنه هرب بالفلوس كلها. لكن لما بيفتح الشنطة السمراء بيلاقي جواها شوكولاتة. وهنا بنعرف إن بن وجيل بدلوا كيس الفلوس بكيس شوكولاتة وهما بيجروا. بيطلع إن ويليامز كان مخطط لكل ده ومتفق مع بن على ميكي علشان يقبض عليه، وده لأنه آخر مرة هرب منه كان واخد مبلغ ضخم. وبكده اتفق مع بين إنه يقنعه يرجع لاس فيجاس ويخليه يلعب علشان يمسكه، وفي المقابل بين هيحتفظ بالمبلغ اللي هيعمله في اليوم ده. لكن لما بين وجيل بيطلعوا من الكازينو، ويليام بيروح لهم وبيقول لهم إنه محتاج الفلوس دي علشان هيطلع على المعاش. وبما إن بين ولد عبقري فهو هيقدر يفكر في طريقة يعمل بيها فلوس غيرها. فبياخد منهم الكيس تحت تهديد السلاح، والعربية اللي ميكي ركبها بتبقى فيها رجالة ويليامز، وبياخدوهم على الأوضة اللي كانوا حاطين فيها بن المرة اللي فاتت. وفي الآخر بنكتشف إن بن وأصحابه كام ومايلز كانوا بيلعبوا وقدروا هما كمان يعملوا فلوس من غير ما حد ياخد باله، وبكده بيقدروا يعملوا فلوس تانية غير اللي ويليامز سرقها منهم. في المشهد الأخير
بنشوف بين وهو بيحكي القصة دي للمدير علشان يكسب المنحة، والمدير ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه. وكده خلص الفيلم.